أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. اليوم إن شاء الله راح أشوفكم طريقة عمل الخبز العربي. الخبز العربي راح أسوي من عنده هذا إن شاء الله صغار وكبار. حبيت بس أشوفكم أني أستخدم هذا الطحين. أولا عندنا هنا راح أستخدم 4 أكواب. خل أشوفكم إياه. هذا 4 كوب من الطحين. عندنا هنا ملعقة واحدة من الخمرة الفورية مثل ما قاعد تشوفون، هذه الكبيرة. عندنا هنا ملعقة وسط ملح، وملعقة جدا صغيرة من السكر، وعندنا هنا ملعقة واحدة هم وسط تكون من زيت النباتي. عندنا هنا ماء دافي مثل ما شوفتكم. أنا هسه بس راح أشوفكم شنو راح أسوي بالبداية. أولا راح نخلط اللي هو الزيت، وعندنا هنا راح اخلي الخميرة الفورية، وعندي هنا راح اخلي الشكر لانه الملح راح اضيفه بس ويا الطحين. هذه انا راح اخلطها هسه مثل ما قاعد تشوفون. راح اخلطه واتركه بين ما بس شوية تصعد عندي الخمرة خاطر استعمله للطحين. هو الخبز العربي اللي راح اسويه، والملح احنا ما ضفناه بس راح نضيفه ويا الطحين وارجع لكم. هاي هنا عندي اني الخمرة ارتفعت مثل ما قاعد تشوفون. عندي هنا خليت الطحين وحركته ويا الملح. هسه اني راح اضيف طبعا الخمرة بالتدريج. سويت تقريبا حفرة وضفت عليه. هسه بس راح اسويها. طبعا ما اخلي اني دفعة كاملة الخمرة. ست البيت تعرف شلون اذا يحتاج العجين ماي تضيف له، بس على كيف بالتدريج مثل ما قاعد تشوفون. ضفت هسه اني شوي نهم وخليت شوية بس خاطر اريد عندي تتجانس. راح اكون انا طبعا مثل ما قاعد تشوفون انتظروا عليها. بالبداية بس خلطنا الخمرة قلنا عليه والزيت والشكر اللي خلطناهم بالمي 3/4 كوب من المي. طبعا هنا اني هسه خليت كوب، هذا الكوب هو نفسه بس ضفت عليه مي دافي، وراح اضيف بالتدريج ايضا بين ما اشوف العجينة تماسكت عندي وصارت زينة. راح احركها هسه بس ما اضيفه دفعة كاملة، شوية شوية قامت تتماسك عندي مثل ما قاعد تشوفون. راح ارد اضيف شويونة. العجينة لما تلم كلها، يعني اذا كانت هي بالعجانة مثل ما قاعد تشوفون هسه قامت تبدي كلها تصير عجينة متماسكة. اضيف شوية بعد شوية بس مو هواية خاطر كلها تتجمع عدل وتنعجن مثل ما قاعد تشوفون. اني هسه بس حبيت اشوفكم. هاي قدامكم هي العجينة صارت، خلي بس تنعجن زين واشوف مشكلة. طبعا مثل ما قاعد تشوفون العجينة جهزت عندنا. هذا طلع شكلها. طبعا مو كلش لازم تكون لينة، لازم تكون وسط، يعني لما نعجنها تكون وسط. هذا شكلها. انتظروني بس بين ما اسويها شنق صغار واخليها بالصينية واشوفكم. ست البيت تعرف شلون يسوي الشنقة ونرجع لكم. مثل ما قاعد تشوفون طبعا شنقتها بهيك شكل شنق صغار، وخليت جوا طحين. وهسه راح اغطيها خاطر ليه بس عندنا الوجه بس، ونرجع لكم ونشوفكم شلون راح نسوي الخبز العربي. مثل ما قاعد تشوفون هاي انا رجعت تقريبا ساعة كاملة خليته تضاعف شكله وارتفع عندنا هيك صار. هذا قاعد تشوفوه. طبعا اني ضفت على ال4 اكواب من الطحين ضفت تقريبا كوب ونص ماي. يعني انت تضيفين بالتدريج، يجوز اقل يجوز اكثر، يحتاج انت على كيفك. اكو مرات طحين يحب يعني يحب مثلا ياخذ كمية من الماي، واكو
طحين لا، يعني على القياس، انت ميزانك هو عينك، بس حبيت اشوفكم، راح اخبز وارجع اشوفكم. لكم عندي هاي الشنقة هنايا، هاي البصينية اخذت وحدة وخليت طحين جوا. بس حبيت اشوفكم، اني هنا سويت وحدة مثل ما قاعد تشوفوها ايش قد خفيفة. هاي اني سويتها بالشيبر، الخبز العربي يصير بالشيبر. هسه ايش راح اسوي اني؟ مثل ما قاعد تشوفون راح اسويها بس على شكل دائرة، هيك اضغط برهوة ايدي مثل ما قاعد تشوفون. هسه شنو راح اسوي؟ بس راح اضغط عليها بالشيبك. الخبز العربي اذا تريديه ناجح وحلو تضغطين عليه بالشيبك مو بالايد. هذا الخبز حسب انت اللي تريديه، كلش خفيفه الشنقه، تريديها كبيره تطلع لك الخبزه كبيره. انا سويت وسط هيك وهيك. حبيت بس اشوفكم مثل ما قاعد تشوفون. خلي الطحين جوا وفوق، وهذا طلع شكلها. راح اخليها بالصينيه. سويت وحده اني قدامكم، راح اخليها بس بالصينيه وارجع لكم. طبعا الفرن عندنا حامي احنا مسبقا على درجه حراره عاليه كلش، اذا مالتكم كلش عاليه خلوه على الاخير، وارجع لكم واشوفكم شكل. مثل ما قاعد تشوفون ارتفعت عندنا الخبزه، هيش طلع شكلها. حبيت بس اشوفكم اياها هي بالفرن وارجع لكم. هاي رجعنا لكم مثل ما قاعد تشوفون. انتهينا احنا من الخبز. طلع الخبز حلو شكله مرتب، هذا شكله مثل ما قاعد تشوفون. عندنا طبقتين يطلع الخبز العربي. انا سويت خبز عادي هنايا هم اثنين. هذا الخبز العربي. احنا قلنا الفرن لازم يكون شغال مسبقا. اول ما تخلين الخبزة بالبداية لازم تفتحيها بالشيبق وتخليها بالصينية. اول ما يصعد عندك الخبز لازم تطلعيه، خاطر ما يصير عندك يابس ويطلع بهذا الشكل. جربوه ان شاء الله يعجبكم. من مطبخ رنا. زورونا على قناتنا على اليوتيوب مطبخ رنا، وبيج اكلات عراقية منوعة، والف عافية والسلام عليكم.